الغريبة والله العظيم مش ان الزمالك اتغلب، لا عادي والله العظيم، هم يعني هو كده كده بالنسبة لهم مش فارقة، كده كده بيتغلبوا عادي يعني. بس الغريبة في الزمالك ان هو كانوا في كاس الرابطة، يعني كان في كاس رابطة، كان قدروا يلعبوها يعني، هم عايزين يلعبوا مضوشة ويحضروا مثلا لفترة التوقف مثلا، يكونوا هم خلصوا صفقاتهم مثلا والقيد اللي ربنا كرمهم ان شاء الله وفكوه ده، هو كان يلعبوا في كاس الرابطة عادي يعني، حتى لو اتغلبوا اسمهم يعني عيال بلدنا منهم فيهم يعني، عادي. اما انت تنظم بطولة وبحجة ان هي بطولة دولية، وفي ناس من العقلاء في الزمالك، الواحد مش عايز يغلط، في ناس في العقلاء من الزمالك اصلا بيقولوا ان البطولة دي اصلا اقوى من بطولة كاس العالم للأندية بتاعت الاهلي، كانوا بيتريقوا على الاهلي ان هو اتغلب من النادي البرازيلي. تمام اهو الوحدة الاماراتي سففهم التراب. الوحدة الإماراتي بالناشئين بالاحتياطيين بالناس اللي كانوا مسافرين بيصي... بيصيفوا سفيف التراب. 3-1. ده عواد من اليأس واقف يتفرج على الكورة في الجون التالت. طب ليه؟ ما انت عايز تلعب العب كاس الرابطة، ما معاك كاس الرابطة يا حبيبي، العب منا فينا، منا فينا هنا يا حبيبي، منا فينا، عادي اسمك اتغلبت نقدر نلم الليل. اما تروح بره في الامارات تشيل 3 وتيجي يعني، يا اخي يا اخي، اتقوا الله اتقوا الله في نفسكم، ده يعني جماهير الزمالك نصهم اتجنن، تمام، والنص التاني في مستشفى احمد جلال بتعالجوا من الامراض النفسية والعصبية وكل حاجة في الحياة. ربنا يعني، ربنا هو العدل قسما بالله، هو ربنا، هو ما قالش ربنا هو العدل.